الزهراء مع كل احد حبيبي. التوسل بها لا يرد ابدا، تطلب من عندها تعطيك. الليلة لاحظ في صلاة الاستغاثة من خصائص الزهراء، صلاة الاستغاثة، تقول الاستغاثة تقول يا فاطمة اغيثيني، يا مولاتي يا فاطمة اغيثيني. هاي صلاة مفصلة موجودة في مفاتيح الجنان، انه اسمها فقط تنادي تصيح يا فاطمة يا فاطمة هي ترد عليك. الان تلاحظ من خصائصها روحي فداها انها هي الوحيدة التي ورثت اباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائصها ان نسل النبي منها، هذا خاص بفاطمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من نسل فاطمة، من نسل فاطمة. لذلك الرسول ما عنده اولاد حتى حب خاص للحسن والحسين، وما عنده بنات ايضا كما ذكرت لكم الا فاطمة فقط، فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه من خصائص الزهراء. ومن خصائصها روحي فداها انها تدفن في الليل ويعرف موضع قبرها. وقبل هذا من خصائصها انه في ولادتها لا تلي ولادتها امرأة من نساء الارض، من خصائص الزهراء. هذا سر عظيم من خصائص الزهراء، تشترك بهذه الخصائص مع امير المؤمنين، كما ان امير المؤمنين سلام الله عليه في ولادته لا تلي ولادته امرأة من نساء الارض. لذلك فاطمة بنت اسد دخلت الكعبة واغلقت عليها ونزلت عليها نساء من الجنة. كذلك بالنسبة للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، نساء من الجنة دخلنا على خديجة 4 سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم، فقالت احداهن انا سارة يا خديجة، وهذه مريم 2، وهذه آسيا بنت مزاحم، وهذه كلثم اخت موسى، جئنا لنلي منك ما تلي النساء من لا جئنا لنخدم الزهراء. 4 سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم، فقالت احداهن انا سارة يا خديجة، وهذه مريم 2، وهذه آسيا بنت مزاحم، وهذه كلثم اخت موسى، جئنا لنلي منك ما تلي النساء من لا جئنا لنخدم الزهراء، نتشرف بالزهراء، نكون كل وحدة تقول انا قابلة لفاطمة الزهراء، واذا مريم كذلك وكذلك وكذلك وكذلك. هذا المعنى الكبير. ومن خصائصها انها تدفن في الليل. اي نعم، من خصائصها انها تدفن في الليل روحي لها الفداء. ومن خصائصها انها معيار وميزان لغضب الله ورضاه. ومن خصائصها اكرر هذه الكلمة انها لا ترد احد. ومن خصائصها في المحشر انها تشفع شفاعة كل مخلوق في الوجود يتمنى شفاعة الزهراء ذاك اليوم، وكل واحد في الوجود يتمنى انه قام بخدمة لها علاقة بالزهراء، او ذكر اسمها، او طبع كتاب باسمها، او عمل مجلس باسم الزهراء، او انه دفع ضيم باسم الزهراء باي شكل من الاشكال لما تأتي في ساحة المحشر. ومن خصائصها ان جهنم تزفر زفرة لا يبقى نبي مرسل ولا رسول ولا ملك ولا احد الا ويصعق منها. ولكن الله يخاطب النار يقول يا نار اهدئي حتى تجوز فاطمة، فتأتي فاطمة سلام الله عليها وتقف هناك لها وقفة على شفير النار، تلتقط احبتها، ترى على كل رجل وامرأة على الوجه محب للزهراء ام مبغض لها. هذا غير الامام علي انه قسيم النار والجنة، هذا موقف اخر. ويؤمر برجل محب للزهراء كثرت ذنوبه يؤمر به الى النار، فتنظر الزهراء وترى الملائكة الشداد الغلاظ يجرونه الى جهنم عند ذنوب كثيرة، فتنظر اليه الملائكة يهدؤون، بمجرد ان تنظر اليه الزهراء يقفون الملائكة تقول يا رب انت وعدتني
واليوم اريد ان يعرف قدري واني اشفع، فتقبل الشفاعة. قال وعدي مطولي. قالت هذا من موالي لكن كثر الذنوب، فانا اشفع له، هو موحد عاصي. قال كما تشائين يا فاطمة، خذيه معك الى الجنة. شوف هذا اي معنى كبير، هذا اي معنى كبير بحق الزهراء. مو فقط مؤمن، لا هاي ما تكفينا، نريد نكون من المقربين، لان نظرة واحدة من الزهراء علينا تجعلنا في اعلى عليين.